ايوه يا سهير، ازيك يا حبيبتي؟ انتي فين؟ معاه؟ طب ما تغيبيش، انا في انتظارك يا حبيبتي. مع السلامه، مع السلامه. يا ترى هتقولي ايه يا سهير لما تعرفي اني قابلته النهارده؟ احنا لو فضلنا نستنى حد يحل لنا المشكله عمرنا ما هنعمل حاجه خالص. احنا اللي لازم نتصرف ونعمل اللي احنا عايزينه، كل واحد باللي بيقدر عليه. اقدر على ايه؟ هو انا هقدر على حاجه بعد ما عملت اللي باباكي عايزه؟ مش كل شويه هتقعد تفكرني بموقف بابا، انا فاكراه كويس وعارفه اللي عملته. ما دام عارفه يبقى نهدى ونفكر كويس. نعم، نفكر كويس؟ يعني ايه نفكر كويس؟ يعني والله كده الكلام باين وواضح وظاهر. هو ايه اللي باين وواضح وظاهر؟ انا اتفقت معاكوا على حاجه ومستني تلتزموا بالاتفاق اللي اتفقنا عليه. انا دلوقتي بدور على حل عملي يا سيدي. اعتبر نفسك ولا سمعت كلام من ماما ولا اتفقت مع بابا. خلينا نشوف اي مكان، اي شقه على قدنا، ان شاء الله نقعد عندكم في البيت لحد ما نتصرف. اتصرف ازاي؟ طب الفلوس اللي صرفتها والموبيليا اللي جبتها، لا انا ما اقبلش نتجوز بالطريقه دي. يعني ايه؟ هو انت بتقول ايه؟ انت يهمك نتجوز ولا لا؟ يهمني، بس مش جوازه كده بالبركه، خصوصا ان انا ما قصرتش معاكم في حاجه. يعني مش موافق؟ انا بقول بلاش نتسرع. عن اذنك. انت رايحه فين؟ ميرفت! مالك يا نوال؟ من ساعة ما جيت وانتي قاعدة مسهمة كده. الله، نوال. اهلا يا سهير. لا ابدا يا حبيبتي، مفيش اي حاجه. انت عملتي ايه مع اسامه؟ قلتوا ايه؟ اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا انه هيتجوزني على مراته. الله، هو مش كان قال انه هيطلقها وعايز واحده تريحه؟ ايوه، بس المرة دي رجع وهو متأثر وقال انها عيانة وحرام يبقى هو والزمن عليها. وصدقتيه؟ انا ما قداميش حل غير اني اصدق، فاهمة؟ انا متطلقة يا نوال، مين هيفكر فيا؟ ليه يا حبيبتي؟ ده انت زي الفل. فل ايه؟ البنات على قفا من يشيل، ولولا اسامة عرفني كويس كان اتجوز بنت بنوت. ايه ناس تحكم على اي واحده بالاعدام لمجرد انها غلطت؟ مش من حقها ان هي تصلح غلطها؟ مش من حقها على المجتمع انه يقبلها زي ما بيقبل غلطه اي راجل مهما غلط؟ ايوه كده اتكلمي. انا من ساعه ما جيت وانا حاسه انك شايله هم كبير ومش عايزه تقولي. وكنت فاكره ان الزمن زاحه، لكن النهارده بس اكتشفت ان الزمن ما دواهوش. في ايه يا نوال؟ مراد البهي قابلته النهارده. مراد اياه؟ زميلك في الجامعه بتاع زمان؟ ايوه هو. قابلتيه فين وازاي؟ في اشاره مرور بالصدفه، كلمني من شباك العربيه وكان ملهوف وطلب مني ان هو يقابلني ويكلمني. ملهوف؟ يبقى مش صدفه. وكان عايز منك ايه بعد العمر ده كله؟ مش عارفه، انا نفسي مستغربه ازاي انا وافقت حتى نقعد اتكلم معاه تاني يا نوال؟ زمان وقلتي مش عارفه ازاي ده حصل، طب ودلوقتي؟ مش عارفه، تفكيري اتشل. كنت سرحانه في اللي حصل لي واللي وصلت له، كانه شريط سينما بيمر قدامي، مش شايفه فيه غير البنت اللي اتفتحت على الدنيا واللي غمى عينيها ومبقتش شايفه حاجه، وفي الاخر سابها في طريق كله شوك. 6 سنين احلى ايام عمري عشتها معاه في قصه حب، انام واصحى احلم بيه، فارس احلامي. ولما لمسني حسيت ان الدنيا فتحت دراعاتها وحضنتني، وفي الاخر اختفى وسابني. انا مش فاهمه ايه اللي خلاه يظهر تاني دلوقتي ويقلب علينا القديم. فضلت طول عمري ادور على سبب الدايره وراه، واكتشفت في الاخر ان انا ساذجه وعبيطه، ساذجه لدرجه ان انا نسيت نفسي واخلاقي. وليه ما تقوليش ان هو اللي ما كانش عنده اخلاق؟ فاكره بابا الله يرحمه؟ بابا كان تملي يكلم الناس والعيله عني، وكان فرحان ان انا قربت اتخرج.
كان بيقول لهم نوالتي عقلية ناضجة يعتمد عليها، بكرة تبقى الراجل البيت من بعدي. وبعد اللي حصل ما استحملش، راح فيها. نوال، ما تحمليش نفسك اكتر من طاقتها. كان مستغرب قوي اني لسه ما اتجوزتش. هو عايز ايه من المقابله دي؟ عايزني اسامحه، جاي يعتذر بعد العمر ده كله. اتفضل يا محسن. ايه ده يا دكتور؟ انا طبعا مقدره كل اللي عملته وكل المصاريف اللي انت صرفتها عشان يتم جوازك انت وميرفت في اسرع وقت، وعشان كده انا بمدلك ايدي دلوقتي وبقول لك خد المبلغ ده واختار الشقه اللي تناسبكم. يا هدى هانم، انا مش جاي اخد شيك، انا جاي لحضرتك عشان ميرفت بترمي لي الكوره في ملعبي وعايزاني اتصرف، وبعدين انا ما قصرتش في حاجه وعملت كل حاجه طلبتوها. طبعا انا عارفه ده كويس. المهم دلوقتي احنا عايزين نتمم الجواز في ميعاده. ما هو مفيش سبب منطقي للي بيعمله مراد بيه معايا. احنا ملناش دعوه باللي عمله مراد، انا بحاول اصلح الموقف. ايه المطلوب تاني؟ الشقه بتاعتنا اللي انا جبت العفش على اساسها وخدت مقاساتها. تاني الشقه؟ محسن، انا عندي شغل دلوقتي، مش هنعرف نتكلم براحتنا. وانا اتكلم مع مين في حاجه زي دي؟ عموما خد الشيك ده دلوقتي وبقى تعالى انت ويسرية هانم نتفق على كل حاجه. امسك يا محسن، امسك. احنا اتفقنا خلاص يا دكتوره، ومش كل شويه باتفاق جديد. امال انت جاي دلوقتي ليه؟ عايز مني ايه بالظبط؟ عايزك تبلغي مراد بيه ان انا مش هعمل اي حاجه غير اللي اتفقنا عليه. حس كده بقى، انت حر، انا ما عنديش كلام تاني. هو انت عايز ايه يا جدع انت؟ ما تخافيش يا سمرة، انا جاي اتاسف لك عن اللي حصل. تتأسف؟ لو انت ما كنتش في وعيك لما فرجت علينا أمة لا إله إلا الله وفرجت علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. انا غلطان لك يا سمرة، حقك عليا، غصب عني والله العظيم. طب يا سيدي متشكرين، أيتها خدمة تاني. عاوز اشرب شاي وندخل نتكلم مع بعض كلمتين. غريبة والله، ما أنا كنت متلقحة في وشك ليل ونهار، لا كنت عايز تقعد معايا ولا كنت عايز تشرب شاي ولا حتى كنت عايز تبص في وشي. طب هنتكلم على السلم كده، نخش نتكلم جوه. ليه؟ مكسوف من الجيران؟ ما هم عارفينك وعارفين آخرك إيه. سمرة مش كده، احنا برضو كان بينا عيش وملح.